What are you? ديمون سالفاتور اللي كان مكسر الدنيا دلوقتي مرمي في زنزانة وتحت رحمة أخوه، وشه دبل وخلاص بيودع. بس اللي فاكر إن ديمون هيستسلم بالساهل كده يبقى ما يعرفوش. إلينا راحت تنبش في الماضي ووقعت في راجل عجوز فجر قنبلة. قال لها يا بنتي الراجل ده أنا شفته من 50 سنة وبنفس الوش ده ما بيكبرش. هنا إلينا الدنيا لفت بيها وبقت تسأل نفسها هو أنا حبيت بني آدم ولا حبيت شبح ولا ده يبقى مين؟ ديمون عمال يحاول يخرج من الزنزانة بأي طريقة، وبدأ يلعب بعقل كارولين الغلبانة عشان تيجي تفك له الحبس ويمص دمها ويرجع لقوته. وفعلا سيطر على كارولين وجت وهي مش في وعيها وفتحت باب الجحيم ليه، وديمون خرج ما بيسميش على حد. وأول ما خرج كان خلاص هيفترس كارولين لولا إن عمو زاك دخل في الوقت الصح وأنقذها وخلاها تهرب. ديمون من غله حاول يجري وراها بس نسي إن الشمس عدو اللدود، وأول ما لمسته بدأ يتحرق، وده لأن ستيفن كان واخد منه الخاتم السحري اللي بيحميه من الشمس وسابه يتحرق حرفيا. إلينا ما سكتتش وفتحت اللابتوب وبدأت تنبش ورا ستيفن. لقت بلاوي حوادث من سنين السنين، والمفاجأة إن ستيفن كان موجود فيها وبنفس الملامح دي. الشك كبر في قلبها وبقت متأكدة إن في سر كبير مخبيه، وبدأت تحاول تخليه يبين إيه اللي جواه، ويا ترى هو فعلا فامباير ولا الشكوك دي وهم. أول ما الليل جه ديمون خرج وهو متعطش للدم ولقى فيكي قدامه، وبدون أي رحمة ديمون نهى حياتها وخلص عليها عشان يبدأ فصل جديد من الرعب في ميستيك فولز. إلينا بقت خلاص الشك موت قلبها، عايزة تتأكد بأي طريقة ستيفن فعلا فامباير ولا اللي هي قرته وسمعته وشافته ده مش حقيقي. فراحت جارية على بيته عشان تواجهه، وهو كان خارج بقوة عشان يلحق ديمون المتعطش للدم واللي عارف إنه هينتقم من البلد كلها عشان سجنه. وأول ما فتح الباب لقاها قدامه وقالت له هو أنت مين؟